أيمن الرمادي المدير الفني السابق لسيراميكا كليوباترا وافق بشكل رسمي على تولي القيادة الفنية للقلعة البيضاء خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو. أيمن الرمادي طلب 1,400,000 جنيه شهرياً من الزمالك من أجل الموافقة على تدريب نادي الزمالك. حازم إمام نجم النادي الأسبق وعضو لجنة التخطيط هو من تواصل مع أيمن الرمادي، والأخير تمسك بوجود أحمد مصطفى بيبو كمدرب عام، وتابع بأن أيمن الرمادي رفض أن يكون مديراً فنياً مؤقتاً للزمالك وأن يتم محاسبته من بداية الموسم الجديد. واختتم أن الزمالك تمسك بوجود عماد المندوه كمدرب للحراس واستمرار محمد أسامة كرئيس للجهاز الطبي للفريق، وأن المفاوضات بين الطرفين ما زالت جارية وتسير بشكل جيد. أيمن الرمادي يصل القاهرة عائداً من الإمارات لتوقيع عقد قيادة الزمالك. مجلس الزمالك قرر إعفاء عبد الواحد السيد من مهامه كمدير للكرة في إطار خطة لإعادة هيكلة الفريق. هذا القرار جاء بسبب وضع الفريق، وهو ما دفع الإدارة إلي التدخل العاجل لإجراء تغييرات فنية وإدارية تهدف. وائل القباني لاعب الزمالك السابق يعد الاسم المرشح الأبرز لتولي منصب مدير الكرة في المرحلة القادمة، لما يتمتع به من خبرة وعلاقة قوية بالنادي إلى جانب شخصيته القوية